ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهارده حبايبي اتطلب مني كتير، يوم السوق يوم السوق. فالنهارده طبعا الحد عندنا الحد، هو يوم السوق، يعني يوم واحد في الاسبوع. آه، قبل ما ابدا الفيديو كده معاكم، اتمنى اللي مش مشترك في القناه واول مره يشوف فيديو لينا يشترك، واللي يشترك يفعل آه، زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واختار اختيار الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. بصوا يا حبايبي، انا كنت ناوي اعمل لكم الفيديو صوت وصوره، بس ما قدرتش طبعا عشان السوق زحمه قوي وصوت عالي خالص. وغير كده يعني عشان حريه الناس وكده ما ينفعش ان انا اصور والناس واقفه. فانا صورت لكم كده. احنا عندنا يا جماعه ما فيش يعني كله يفرش في الارض كده على حاجه، السوق كله كده. هنا اول حاجه احنا يعني اللي بناخد منهم كل اسبوع هم اللي بناخد منهم. هنا كانت اختي كده لما تنجي لنا البطاطس والخضار عشان وتوزن. اما نشتوق للثلاث بيوت يا جماعه، انا رحت او ما رحتش، امي واختي يروحوا برضه يجيبوا للثلاث بيوت. هتشوفوا معايا باقي الحاجه اللي انا جبتها عادي، كان خضار وفاكهه. بس كملوا معايا الفيديو للاخر. انا حبيت بس اوريكم كده يعني بعض لحظات، لان انا كنت عايزه اعمل لكم الفيديو زي ما قلت صوت وصوره، بس للاسف ما قدرتش عشان الزحمه والناس وكده. آه، كملوا معايا الفيديو للاخر كده، وانا باجي ما باجي عاد هكمل الفيديو بعد ما اروح اوريكم الحاجه اللي انا جبتها بالاسعار. بس كملوا معايا الفيديو للاخر، قولوا لي عاد عندكم الاسعار هي ولا لا. انا طبعا مش كل حاجه جبتها صورتها، انا صورت لكم كده وبعد كده صورت عد لما روحت البيت وعملت لكم باقي الفيديو، قلت لكم بالاسعار. هي الخضار كتير والفاكهه كتير، بس الاسعار زايده شويه الاسبوع داتي. ويسرها ربنا في الايام اللي جايه، لان احنا لسه ما دخلناش في الصيام وكده، والحاجه بالغلو ده مش حال لما ندخل في الصيام هتبقى الحاجه اضعاف. كملوا بس معايا الفيديو كده. انا مش هصور تاني في السوق عشان الناس، هصور عد باقي الفيديو اوريكم انا جبت ايه، واقول لكم كل سعر حاجه لوحدها، بس ان شاء الله كده يعني لما اروح. زي ما قلت لكم يا حبايبي كده في المقدمه، النهارده الحد وكان السوق. بعد السوق بعد ما صورنا كان ورانا النهارده عقبال عندكم كلكم يا رب كده تفرحوا بحبايبكم، كان الشراب بتاع اخويا. فانا جيت من السوق سبت الحاجه زي ما هي، بس طبعا الحاجه اللي ما ينفعش تتساب بره الثلاجه زي الفراوله والحاجات اللي زي كده شلتها جوه الثلاجه، ولبسنا طبعا ورحنا للشراط وجينا. الشراط يا جماعه ده عندنا احنا هنا في سلو لغتنا احنا بالصعيد كده، اللي هو اتفاق يعني نتفق، فاهمين؟ آه زي ما قلت لكم كده. وبعد كده جيت دلوقتي حبيت اعمل معاكم اكمل معاكم الفيديو. انا مصوره لكم المقدمه واحنا في السوق، بس طبعا ما كانش هينفع اظهر كل حاجه عشان بس منع للاحراج، عشان الناس اللي كانت واقفه، انتوا عارفين السوق زحمه خالص خالص. ماشي. دقيقه بس. ايوه يا حبايبي، زي ما قلت لكم كده انا ما كانش هينفع اصور والناس حواليا عشان بس منع الاحراج. صورت لكم بعض الحاجات كده وحسيت ان انا كنت عايزه اسيب لكم بصوت صوت وصوره يعني، بس لقيت الدنيا زحمه خالص خالص وصوت عالي، فما كانش هينفع ان انا اصور لكم صوت وصوره. فاخدت لكم مقطع صغير كده دقيقه او دقيقتين بس يا دوب، دقيقه او دقيقتين كده واحنا في السوق. وبعد كده قلت خلاص هبوريهم الحاجه اللي انا جبتها بعد ما اروح. ايه يا ماما؟ تاني يا جماعه خد. إيه، خد يا ماما، ما تدوسني. خد يا قلب ماما. بص يا حبايبي، هبدا معاكم كده الحاجه بسعرها، بس الاسعار بصراحه النهارده يتولانا ربنا، ولسه كمان ما دخلناش على الصيام، يعني احنا لما ندخل على الصيام الحاجه سعرها هيزيد اكتر من كده تاني. بس نشكر ربنا، يعني ربنا يفك ويبقى فيه ونقدر نجيب. طبعا برضو قبل اي حاجه كل سنه وانتم طيبين لاخواتي المسلمين. رمضان كريم، وربنا يعود عليكم ايام بخير يا رب. واحنا معاكم لان في نفس الصيام بتاعكم بكره، واحنا صيامنا معاكم اول مره يعني نتجمع كده كلنا في الصيام في يوم واحد مع بعض. كل سنه وكلنا طيبين وبخير يا رب، وربنا يعود علينا كلنا ايام بخير. استحملونا على حصه البترك دي لازم يعني. بصوا يا حبايبي، اول حاجه جبتها معايا الطماطم، وانا دايما وقلت لكم قبل كده احب اجيب الطماطم الصغيره اما تبقى طعمها مسكر خالص وحلو جوه في الطبيخ، هي انا احب اجيبها سواء كانت للسلطه او للطبيخ. جبت الكيلو منها، اسم الله،
كيلو منها ب10 جنيه، جبت 2 كيلو ب20 جنيه، يعتبر الطماطم هاديه وكويسه. جبت 2 كيلو اسفندي اللي هو اليوسفي، اللي بس اسفندي حلو خالص ومسكر على فكره قوي. يمكن تاني مره او تالت مره في السنه دياتي ان انا اكل اسفندي كويس، باجي ما باجي اجيبه غالي اجيبه رخيص يطلع زيك سبحان الله مش عارفه كيف. جبت ال2 كيلو ب25. التفاح عاد وده المصيبه الكبيره، التفاح العراقي الصغير ده الكيلو عامل 70 جنيه، كيلو التفاح العراقي ده عامل 70 جنيه. الكيلو التفاح الاحمر بس كمان مش الامريكاني الكبير، لا ده الصغير برده في حجم ده كده عامل 80 جنيه. انا بصراحه عيالي بيحبوا ده عشان بيبقى مسكر خالص. جبت كيلو ب70 زي ما قلت لكم، وما جبتش الا كيلو واحد يعني ده ب70 جنيه، ده نشكر كده وكان غير. جبت معايا البلح الزغلول اهو، جرب يمسوا كده على الحاجه. بصوا يا حبايبي التفاح زي ما قلت لكم، وريني يمسوا هنا. التفاح الكيلو ب70، اليوسفي ال2 كيلو ب25، الطماطم كيلو ب10، بلح الزغلول الكيلو ب20 جنيه، جبت كيلو واحد برضه. جبت كيلو الاناناس يا ناس عارفينه. جبت الكيلو ب20 جنيه، جبت 2 كيلو ب40. الليمون الاخضر الكيلو ب20 جنيه، جبت نص كيلو ب10 جنيه. البطاطس بطاطس ال2 كيلو ب25، حلوه برضه بطاطس الجاليه. الراجل بنجيب منه ده يعني بنجيب منه كل سوق كل يوم حد، والبطاطس بتاعته ضامنين ان هي جاليه حلوه يعني مش وحشه. ال2 كيلو ب25. الموز ال2 كيلو برضه ب25، الموز ال2 كيلو ب25. ايه تاني؟ البسله الكيلو منها ب30 جنيه، بس انا بصراحه برضه ما جبتش الا كيلو واحد لان انا مش عيالي يا جماعه ما يحبوهاش طبيخ قد ما بيحبوها ياكلوها خضره كده، يعني يحبوا يقشروها وياكلوها خضره كده، وانا عن نفسي برضه ما احبها خضره كده. عشان ايه طعمها حلو جو مسكره. بصوا عسل. الفراوله ب30 انا قلت لكم. يبقى كده البسله معانا عامله كام؟ عامله 30 جنيه برضه. الجوافه بصوا يعني الجوافه طعمها احلى من الشهد تاني، مسكره قوي. جبت 2 كيلو ب30 جنيه، الكيلو عامل منها ب15 جنيه. دي تشكيله عاد ب5 جنيه. خضره جرجير وكزبره، انا بحبها للسلطه يعني، بس يا باترك كزبره خضراء. جبت التشكيله ب5 جنيه يا جماعه. 7 ربط 7 حزم زي كده يعني دي حزمه عندنا او ربطه فاهمين. جبت منها 7 شكلتهم، و3 كزبره و4 جرجير، لان انا بحبهم في السلطه قوي، بحب اعمل سلطه على طول. كيلو الخيار كيلو ب20 جنيه، ولسه ما دخلناش في الصيام يتولانا ربنا. كيلو الخيار يا جماعه ب20 جنيه. ايه اللي معانا تاني؟ ايه الباذنجان دافي. انا بصراحه ما حبيتش اجيب الباذنجان الغليظ لان انا فين وفين لما افكر نفسي تهفني كده على اكله شعبيه واعمل فيها طبق باذنجان مقلي، او ان انا اعمل طبق مسقع. طبعا جاينا الصيام والحاجات دي هنعوزها كتير، بس انا بصراحه يعني مش هصوم الصيام من اوله لما اشوف موضوع العمليه في الاول، عشان ما اصومش وارجع افطر تاني حرام. جبت الباذنجان ده يا جماعه، انا حتى صيام من غير صيام انا احب اجيب الباذنجان الرفيع ده خالص شايفين. واحب اخله اسلقهم نص سلقه كده، واحشيهم فلفل ومفروم ومعتوم مفروم وليمون. واحب اخللهم ان شاء الله كده. نحيانا ربنا يعني اخللهم معاكم، بس على حسب وقت عادي، ممكن اخللهم في وقت النور يكون قاطع فاستعجل عشان الوقت اكون ما صورش، بس ان شاء الله باذن ربنا يعني هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمله لكم في فيديو كده واخلله معاكم. بصراحه بيبقى طعم حلو قوي، وخصوصا في الصيامات عاد وحتى الحبايب برضه اخوات المسلمين في الصيام كده لما تيجوا تفطروا تلاقي حاجه تفتح نفسكم. كله جايباهم. انا جبت 2 كيلو الباذنجان ده للتخليل يا جماعه. جبت الكيلو بكام؟ الظاهر كده الكيلو ب10، كيلو ب10، الظاهر كيلو ب10، انا نسيت بامانه لان انا حاليا مدبلجكم يعني ما اصور لكم الفيديو داتي بالليل، يعني احنا حاليا الساعه 9 الليل، وده طبعا الحاجات دي انا جايباها من الصبح،
فبس انا عملت لكم الفيديو زي ما قلت لكم لان احنا رحنا الشراط وجينا متاخرين. احنا يعني يعتبر دي ساعه بالظبط داخله البيت، فطبعا عملت مع اكلت الطيور وكده عشان بس الم حالي. كنت لسه مصوره لكم يعني فغصب الدنيا داخله ببعضيها. انا حاسه ان انا جايبه حاجه تانية وناسياها. وجبت شويه مشات للعيال وكده، بس طبعا كل سنه وانتم طيبين اتاكلوا في وقتهم. وجبت برضو بهارات فلفل اسود معايا، انا بجيبه صاحي يا جماعه وافرمانه في البيت عشان يكون انضف لو في حاجه نلاقيها كده. جبت برضو فلفل اسود وجبت شطه وجبت دقيق يا ماما، وجبت ملح جريشه مجرب 2 كيلو اللي هو حج على بعضيه يعني زي علبه السمنه 3 كيلو كده بليها ب 20 جنيه. فنشكر ربنا يعني الاسعار على قد ما هو في حاجات حلوه رخيصه، في برضو اسعار غاليه يعني. اقول لكم على حاجه يعني لو بيت كبير اسم الله يوم. ايه يا ماما ليه؟ طب تتغسل روح نادي روبن يغسل لك حاجه، روح قول يا روبن كلم ماما، روح يا ماما. لو بيت كبير مش هيكفيه كيلو تفاح واحد، اكيد هيجيب 2 كيلو يعني 140 جنيه هي تفاح بس في الاسبوع. فالناس يعني معاها كم 140 فيتولنا ربنا يعني. بامانه انا دي لفتره ما جبتش التفاح، ممكن صورت معاكم كذا مره. بس اهو لازم يتجاب عشان خاطر العيال طلباه. كده بس نرص الحاجه مع بعضينا على ننضف التلاجه بتاعتنا زي ما قلت لكم قبل كده. روح خلي روبن يجي يغسلها لك، قول له يا روبن تعالى اغسلها، ما تاكلهاش كده، لا انت تاكلها على طول. روح قول له الدقيق يا مسيو. كده بصوا يا حبايبي انا شويه الطماطم اللي فايضين عندي من الاسبوع اللي فات انا بحطهم كده اهو. طبعا الطماطم مش هينفع اغسلها، ودي الطماطم الجديده بتاعت الاسبوع ده بتاعت النهارده يعني. بص انا اكتر حاجه بستعملها طماطم للسلطه يعني، استعمل طماطم كتير للسلطه اكتر من الطبيخ. واجيب دول كده عشان لو طبخت بكره ان شاء الله يعني لو ربنا اراد استعمل دول في الاول واخلي دول كده ماشي. انا غسلت التلاجة حبايبي من قبل ما اصور لكم علشان بس يعني ما التصوير وكده ما يطولش عليكم. وبصراحه انا غسلتها لما جيت كان النور قاطع، غسلتها من بدري فقلت طب استنى على ما اصور هيكون الوقت اتاخر وممكن اكسل عليه، فعشان ما اكسلش غسلتها والنور كان قاطع. انتوا عارفين مش هغسلها بميه، بمسحها بملمع جزاز وفوطه نظيف. وده البلح الزغاليلو شكله محل جو برضه. كنت جايباها من جنبه وبترك بهدل بهم الدنيا. بصوا يا حبايبي طبعا انا عشان بس الحركه والفيديو كده ما اقومش واقعد قدام الكاميرا، اما اقوم اغسل الحاجات دياتي واسيبها على الحوض تصفى خالص في مصفيات زي كده مخرمه عشان ما يبقاش فيها اي ميه. الحاجه اللي هي ينفع تتغسل والحاجه اللي ما ينفعش تتغسل اما اسيبها زي ما هي. الحاجه اللي ينفع تتغسل زي كده اما اغسلها واسيبها بمصفايه تصفى على الحوض خالص لحد ما تنشف، وقبل ما انام اروح مدخلاها التلاجه. حلو الكلام. طبعا الاستفندة كان اكتر حاجه العيال لما ياكلوها فمش هتاكل، اما اخليها بره التلاجه كده كده يعني الجو طبع واسناننا بايظه كده كده يعني. بصوا ايه يا ماما ايه بصوا ناخد جزء كده. انا عادي ممكن احط 2 فاكهه مع بعض طول ما فاكهه مش لما تنزل ميه يعني. عادي ايه يا ماما عادي. التفاح والموز كده مع بعض عشان التلاجة بس تكفي. بصراحة البلاستيكات اللي هم حاجات مربع زي كده اما تنفعني تاخد كمية كبيرة في التلاجة اكتر ما احط واحدة مدورة زي كده يعني. المدورة لو حطيت 2 جنب بعض ما ينفعش احط حاجة تانية جنبهم، لكن لو كده الرف اما يشيل 3 جنب بعض 3 وتشيلي حط فيهم اللي انت عايزاه زي كده. انا ممكن احط 2 فاكهة زي يعني نوعين مع بعض، بس اهم حاجة ما يكونوش حاجة فيها مية عشان ما تبهدلش الفاكهة التاني. سبحان الله يا جماعه الكيلو ده ربنا يبارك فيه سبحان الله، بس مره يعني الله يبارك لها ميزانها حلال. كنت لما اجيب الكيلو احيانا يطلع تفاحتين او كم 4 تفاحات بالكتار يعني او 5 تفاحات، ونفس التفاح العراقي ده، بس هو سبحان الله على حسب الوزن على حسب الميزان وضمير البائع. هنا نحط الاناناس ما ينفعش نسيبه بره يا جماعه، اي نعم لما يجي بريحه الثلاجه بس ما اقدرش اسيبه بره. ايه يا ماما كل يوم دع كل ناني مش عايز ناني شكرا. يلا طب اوعى كده من قدام الكاميرا قول لهم حطوا لايك يا توت.
لا هنا، تعالى هنا، تعالى هنا ونحط لايك. دول عادي حبايبي هسيبهم من الصبح. انا عندي فلفل في الثلاجه ما جبتش الاسبوع داتي لان كان عدى قدام الباب. جبت فلفل ساخن بس اللي هو مش ده، اللي هو الكبير التاني، وجبت فلفل بارد. ف طبعا مش هي يعني جبت دول كده. جبت يعني ربع كيلو، قسمت انا واختي الباذنجان الصغير ده. فيعني انا خدت منها فنجرن كده لان انا عندي، بس دول جايباهم حاجه باذنجان بس مش اكتر. ماشي يعني عشان ما تقولوش جايبين دول بس، لا انا جبت ربع كيلو قسمت انا واختي بس للحياه الباذنجان مش اكتر، مش هستعمل حاجه تاني. احطهم كده دول في كيس ودول هسيبهم بره، وان شاء الله يعني ربنا يسهل الحال وبكره اجهزهم باذن ربنا. كده بس يا ماما الخضره دي عاد. انا في الاول يا حبايبي دقيقه يا توفى كنت اما اغسل الخضره واجيب فوطه نظيفه كده احطها فيها، ومن بره الفوطه احطها في كيس يعني كيس نظيف، ومن جواه الفوطه ومن جواه الخضره بعد ما اغسلها واصفيها. بس حسيت ان هي ما تمرض بسرعه، فانا بسيبها زي ما هي كده، كل نوع خضره لوحده في كيس، ولما اجي اكل اطلعها على طول اغسلها تبقى 100 100 وموجوده في الثلاجه لحد ما اجي. يعني انا عندي كزبره من الاسبوع اللي فات قاعده خضره زي ما هي، وخصوصا ان الثلاجه بتاعتي يعني الحمد لله بخار، مش اللي هي متربه ثلج في الحاجه وكده. احط الجرجير لوحده، واحط كنت النهارده متحلفه ان انا اجيب خس لان انا بحب الخس قوي، ونسيت برضه. هحط الجرجير لوحده كده. كويس ان الفاكهه الخضار قاعد كده هو جوه الاكياس لحد الفتره دي، يعني من الصبح لحد دلوقتي، يعني يعتبر 12 ساعه من 9 الصبح لحد 9 بالليل لما فكرت ان انا الومه. بس هو بصراحه كان غلط يعني. دقيقه ما تخافش. يومنا كان زحمه النهارده، وطرونا واحنا في السوق، يلا العربيه جايه يلا العربيه جايه، وطبعا مناسبه وكده ما ينفعش ما نروحش ويمدحونا والكلام ده كله. عقبال عندكم يا رب كلكم، وربنا يفرح قلوبكم كلكم يا رب. استحملونا عاد لو الصوت كان واطي، علوا الصوت من عندكم او حطوا سماعه واسمعوا الفيديو للاخر، بس عشان المسافه بعيده ممكن يكون صوتي مش واضح قوي، فانا والله عم بحاول اعلي صوتي على قد ما اقدر عشان بس تسمعوني. فمش عارفه عاد انا حاسه ان انا بزعل، بس يلا معلش. الليمون يا حبايبي عاد لو عندك علبه بلاستيك صغيره بتاعت الثلاجه تقدر تحطهم فيها، لكن بصراحه انا ما عنديش، فاحطهم في الكيس زي ما هم. اهو. ايه يا ماما؟ عايزين برسكات تاني عايز برص فيهم الخيار والحاجات دي. البطاطس طبعا هرصه بره. واحده استنى بصوا يا حبايبي، البطاطس دي من الحد اللي فات انا سايباها كده في بلاستيكايه تحت الثلاجه، ده الخزين بتاعي. ف دول احطهم في بلاستيكيه لوحدهم، هم قاعدين بصوا كاني لسه جايباهم ما فيهمش اي حاجه. احط دول في بلاستيكيه لوحدهم برده تحت الثلاجه مكانهم، اسحب منهم. انا مش بحب اسيب حاجه على الرخامه في فاكهه او خضار او اي حاجه عشان بس ما فيش حاجه تقف عليها وكده، ناموسه كده يعني. دول هسيبهم لوحدهم زي ما هم. دي البطاطس القديمه بتاعت الحد اللي فات زي ما هي تحت الثلاجه، ودول هحطهم في بلاستيكيه برده. البطاطس الجديده دي بتاعت النهارده هحطهم في بلاستيكيه وبرده يتحطوا تحت الثلاجه. دلوقتي بصوا حبايبي كده، دي كانت تسويقة النهارده بالاسعار بالظبط. يا حبيبي رايح فين؟ استنى دقيقه. طيب دقيقه. بصوا انا مش عايزه اطول عليكم في الفيديو بس عشان ما اصدقكمش اكتر من كده. دقيقه يا توخه. دي كانت تسويقتنا النهارده، واللي عنده اي استفسار واللي عنده اي سؤال واجلبوا لي عاد في التعليقات. الاسعار عندكم زي عندنا كده ولا ايه الدنيا معاكم؟ وقولوا لي عاد يعني انتوا حاسين بغلو الاسعار يعني ولا يعني مش عارفه بصراحه. اكيد يعني كلنا في البلاد اللي احنا فيها سواء كانت اي قريه او اي محافظه هتبقى نفس الاسعار. دلوقتي يا حبايبي اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ما تنسونيش في الاشتراك، وما تنسوش التعليق الحلو، وما تنسوش اللايك. اهم حاجه عشان ترفع الفيديو. اعتبروه مساعده لاختكم. هنتظر تعليقاتكم وقولوا الفيديو عجبكم ولا لا. وانا عارفه ان انا صدقتكم، بس يا باتريك لازم نعمل زياره. وكل سنه وانتم طيبين كلكم يا رب وبخير. دلوقتي يا حبايبي اقدر اقول لكم سلام.